استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الترحيب بالسيد رئيس حكومة إقليم كردستان الأخ العزيز الأستاذ مسرور البرزاني والوفد المرافق له في زيارته إلى بغداد لرعاية والإشراف على توقيع المحضر المؤقت لاتفاق وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية من أجل استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان ومن كركوك. كان هناك تفاوض طيلة الأيام الماضية إثر قرار محكمة التحكيم الدولية، وعلى هذا الأساس توقف تصدير النفط. بالتأكيد إيقاف تصدير النفط يسبب ضرر بالغ في مجمل إيرادات النفط للعراق. لا يقع الضرر فقط على الإقليم وإنما على مجمل إيرادات النفط المثبتة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة وفق ما أقره مجلس الوزراء. وهذا بالتأكيد سوف يلقي بظلاله على مستوى أو نسبة العجز التي سترتفع بشكل كبير. لذلك كان لابد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه، حيث يقع على عاتق الجهات الفنية المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر. هذا الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثناها منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها إلى حلول. مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي، سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات. هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة، والذي نأمل من السيدات والسادة في مجلس النواب الموقر من المضي بتشريعه في أسرع وقت ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيله المتشعبة. بالتأكيد ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز، والذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي. نثمن جهود الفريقين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراءه من مفاوضات مهنية ومسؤولة، ونأمل منهم خيرا في المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق. شكرا جزيلا. بناوی خواهی گەورە و مهربان، زۆر سپاس جنابی سەرۆک وەزیران. سپاسی ئەم پێشوازیە گەرمەی جەناب و شاندی حکوومەتی فدرالی لە ئێمە کە کردتان زۆر سپاستان دەکەم. بێگومان ئەم ڕێکەوتنێکی گرنگە بۆ هەموو خەڵکی عێراق و من لێرەوە دەمەوێ هەم دەستخۆشی لە جەنابت بکەم و سپاسی جەنابت بکەم و هەم پیرۆزبایش لە هەموو خەڵکی عێراق و خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەم بۆ ئەم ڕێکەوتنە گرنگە کە پێم وایە دەتوانێت ببێتە بنەمایەک بۆ موازنە و بۆ حتا یاسای نەوت و غازیش ئەگەر بە شێوەیەکی ڕێکوپێک جێبەجێ بکرێتەمە وەکو بناغەیەک بەکار بێت. بێگومان دوای وەستاندنی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان زیان تەنیا بە خەڵکی هەرێمی کوردستان نەکەوتووە، بەڵکو ئەم زیانە بە هەموو خەڵکی عێراق کەوتووە. ئێستا ئەو ئالیەتە بۆ دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان دەبێتە داهاتێکی زیاتر بۆ هەموو عێراق و هەمومان دەتوانین تێیدا سوودمەند بین. لێرەوە من دەمەوێ هەموو لایەک دڵنیا بکەمەوە کە نیەتی ئێمە لە سەرەتەوە بۆ ئەوە بووە ئێمە بگەینە ڕێکەوتنێکی باش لە بینی حکوومەتی فدرالی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەبێ ئەوەی ئێمە بە هیچ شێوەیەک واز لە هیچ مافێکی دەستوری خۆمان بێنین، بەڵکو ئەم ڕێکەوتنە پتەوکردنی پەیوەندیەکانی
حکوومەتی فدرالی و هەرێمی کوردستانە لەسەر بنەمای دەستور و ئەو یاسا بەرکارانەی کە هەن. لێرەدا من دەمەوێ سپاسی بەڕێز جەنابی سەرۆک بارزانی بکەم بۆ ئەو متمانە و پشتیوانیە کە بەردەوام بە ئێمەی هەبووە و هەروەها سپاسی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بکەم بۆ پشتیوانی بەردەوامیان لەم پرۆسەیە و سپاسی هەموو ئەو بەڕێزانەش بکەم کە دەورێکی ئیجابی و کاریگەریان هەبووە لە سەرخستنیان پرۆسەیە. سپاسی شاندی حکوومەتی فدرالی دەکەم بۆ پشتیوانیان بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ شاندی ئێمە و هەروەها سپاسی شاندی هەرێمی کوردستانیش دەکەم کە لەو ماوەیەدا بە شێوەیەکی زۆر چڕ توانیان ئەم گفتوگوانە بگەینن بە ئەنجام کە خێری هەموو خەڵکی عێراقی تێدا بێت. جارێکی تر من دەستخۆشی و سپاسی جەنابی سەرۆک وەزیران دەکەم کە بەڕاستی وەکو سەرۆک وەزیرانی هەموو عێراق کە بەرژەوەندی هەموو خەڵکی عێراقی بە خەڵکی هەرێمی کوردستانیشەوە لە بەرچاو گرتووە و لە ژێر چاودێری بەڕێزیان ئەم ڕێکەوتنە کە کراوە. هیوادارم و دڵنیاشم کە سوودی بۆ هەموو خەڵکی عێراق دەبێت. جارێکی تر پیرۆزباییتان لێ دەکەم و دەستخۆشتان لێ دەکەم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ناخذ سؤالين من وسائل الإعلام اللي جت من نقرين كردستان. تفضل. سنگر عبدالرحمن للروداو برسالكم بو جناب سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەم ڕێکەوتنەی ئەمڕۆ کاتیە تاوەکو یاسای نەوت و غاز لە عێراق دەردەچێت یان ڕێکەوتنێکی درێژخایانە بێت؟ بەڵێ ئەم ڕێکەوتنە ڕێکەوتنێکی کاتیە، بەڵام هەموو بنەماکانی ئەم ڕێکەوتنە دیسان لە موازنە و لە یاسای نەوت و غازیش ڕەنگ دەدەنەوە. لەبەرەوە جێبەجێکردنی ئەم ڕێکەوتنە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک پێم وایە دەتوانێت ببێتە ئەساسێک بۆ ئەوەی بتوانین سوودی لێوەربگرین لە داڕشنەوەی یاسای نەوت و غازیش. نعم تفضل. القناة العراقية الإخبارية. سيد الرئيس، هل سيعجل هذا الاتفاق من التفاهمات داخل مجلس النواب ويسرع بالمجمل موضوعة إنجاز الموازنة؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل أن ممكن تعيد الشق الأول؟ سيدي، هل سيعجل هذا الاتفاق من التفاهمات داخل مجلس النواب ويسرع بالنتيجة من موضوعة إقرار الموازنة؟ الشق الثاني، هل أن توقف التصدير من الإقليم ساهم بشكل أو بآخر في رفع نسبة العجز داخل الموازنة؟ شكرا جزيلا سيد الرئيس. بالتأكيد هذا الاتفاق سوف يمهد لإمرار قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت أيضا حصيلة حوار جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عالجت كل القضايا بما فيها ملف النفط والغاز. أنا مثل ما ذكرت في بداية حديثي، هناك ملفات عالقة منذ سنوات، عقود مبرمة منذ سنوات. الآن أمامنا واقع جديد، في إرادة سياسية، في اتفاق سياسي، في مصلحة لكل العراقيين أن نمضي ونعالج هذه الملفات وفق روح الدستور والمصلحة العامة. أي تأخير في التصدير سوف يؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023 والتي صممنا عليها الإنفاقات وموازنة التشغيلية والاستثمارية، وبالتالي سوف ترتفع نسبة العجز، وهذا في ضرر بالغ لكل العراقيين. المباشرة بتنفيذ هذا الاتفاق سوف تقلل من هذه المخاوف إن شاء الله. دولة الرئيس نورس عبد الله من قناة كردستان 24، ما هي الضمانات المتاحة لتنفيذ هذه الاتفاقية بشكلها الحالي؟ نعم. شكرا. نعم. هذا الاتفاق جاء حصيلة حوار ونقاش استمر لأيام وبروح مهنية وبرغبة صادقة لإيجاد حل لمشكلة الكل متضرر منها، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. هذه ثروة للشعب، علينا أن نزيل كل المعوقات حتى نستأنف التصدير ونأخذ إيرادات للخزينة العامة ونغطي احتياجاتنا وفق ما مرسوم لها في قانون الموازنة. وبالتالي على الكل الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه، وهو من خلال عنوانه اتفاق مؤقت لحين الوصول إلى قانون الموازنة الذي يأخذ صفة التشريع كقانون نافذ يغطي كل الالتزامات
ويعالج كل المشاكل في هذا الملف. السلام عليكم دولة الرئيس. الشعب الكردي في إقليم كردستان فرحين بقرار الحكومة العراقية والمحكمة الدولية في فرنسا وتركيا بالتعليق وبتصدير نفط إقليم كردستان عن طريق سومو، وكذلك تأيد ورحب السيد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني كردستان لهذه القرار. سؤالي: هل ستكون هناك مراقبة ومتابعة من قبل الحكومة الإقليم من حكومة الاتحادية لواردات بيع النفط من أجل ضمان توزيعها بشكل عادل على محافظات إقليم كردستان؟ القانون الموازنة واضح في مواده ونصوصه التي وضعت والتي تعالج كل المشاكل في ملف العلاقة بين حكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. مثل ما ذكرت هناك اتفاق سياسي وصوت عليه مجلس النواب، ووضعنا ضمن إطار هذا الاتفاق السياسي النصوص التي تعالج هذه المشاكل في قانون الموازنة. تصويت مجلس النواب إن شاء الله على القانون سوف ينظم العلاقة بما يضمن التوزيع العادل للثروة على كل المواطنين، سواء كان في داخل الإقليم أو في باقي المحافظات. ضمن النصوص هناك لجان وآليات مشتركة للمراجعة ومتابعة أي خلل قد يحصل أثناء التنفيذ. سؤال أخير هذا، تفضل. من سامانستارم لا كردستان تبي بساركم ببرز مسرور بارزين سروش حكومة هرمي كردستان زور جار ركوتن كراو وجبجين كراو وبشر جاريش أو قلية هبو لا دستور كجبجين كراو وتعشان شاورين أم ركوتنا ببيتوي بشكل شيرش كان لنيوان هولير وبغداد شارع سر بتابت برسينود كتشن بين صالة أم قرفت شارع سر نبوا زور سباس. زور سپاس. ام جارا من دڵنیام بە وجودی جەناوی سەرۆک وەزیران ئەم ڕێکەوتنە وەکو خۆی جێبەجێ دەکرێ و هیوادارم ئەو تیمانەی کە تەکلیف دەکرێن بۆ چارەسەرکردنی بابەتە هونەریەکانی جێبەجێکردنی ئەم ڕێکەوتنە زوو پەلە بکەن لە تەواوکردنی ئەم پرۆسەیە بۆ ئەوەی چیتر خەڵکی عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە زەرەرمەند نەبێت. بوونی جەنابیان و ئەو ئیلتیزامی کە هەموو لایەکمان پێشانی دەدەین هیوادارم گەرانتی ئەوە بێت کە ئەم ڕێکەوتنە وەکو خۆی بتوانێت جێبەجێ بکرێت و دڵنیاشم کە ئەمە دەبێتە دەستپێکێکی باشتر بۆ ئەو هەموو هاوکاریانە و کارکردنی پێکەوە وەکو جەنابی سەرۆکوەزیرانیش باسی کرد چیتر باسی کێشە نەکەین بەڵکو باسی ئەو فرسەتانە بکەین کە لە داهاتوودا لە بینی حکوومەتی فدرالی و حکوومەتی هەرێمدا هەن ئێمە بتوانین ئەمە وەکو قۆناغێک وەکو دەستپێکێک بۆ هاوکاری و هەماهەنگی زیاتری هەردوو لە کە لە بەرژەوەندی هەموو لایەک لە هەموو خەڵکی عێراقدا بێ ئێمە دەست پێ بکەین و ئینشاءالله سەرکەوتنیش بۆ خەڵکی عێراق دەبێت. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.